من 700 إلى 800 شهيد نساء وأطفال ورجال حاليا في مستشفى الأهلي المعمداني بغارة واحدة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على ساحة المستشفى. لجأوا إليها النازحين لهذا المستشفى لأنه نقطة طبية معروفة حتى لا يتم استهدافها. غارة واحدة. وبعض المقولات خلال دقائق حاليا انتبهت أنه العدد وصل إلى 1000 أو قد يصل إلى 1000. العدد اللي ذكرته على الأقل قابل للزيادة وأكثر من 600 مصاب حتى هاي اللحظة. وكلكم بتعرفوا المصابين دائما نصهم بيتحولوا إلى شهداء. الشعوب العربية المتاخمة لغزة، شعب مصر، شعب الأردن، الشعب اللبناني، الشعوب العربية ضغطوا على الحكام، ضغطوا على كل مين قادر انه يعمل شيء. لك اطلعوا صرخوا في اعلى صوتكم. وصل عدد الشهداء لاكثر من 4000 شهيد في غزة لحد هذه اللحظة، واعداد الاصابات تجاوزت ل 14000 مصاب. اولاد العاهرة العربية، القمة العربية، اشو طلع معكم يا اولاد الحرام؟ اشو طلع معكم؟ الميليشيات الشيعية المسلحة، ميليشيا حزب الله، موقع عم تحاربوا في سوريا، عم تحاربوا الثورة السورية وبتذبحوا أبنائها وأولادها. وقلتوا طريق القدس بيمرق من دمشق، طريق القدس بيمرق من مضايا، طريق القدس بيمرق من إدلب، ولك هي أخذتوهن كلياتهن شمال. طريق القدس مفتوح قدامكم يا أولاد الحرام، يا أولاد الحرام. ذبحتوا النساء والأطفال كلياتها باسم تحرير القدس. نظام الممانعة، النظام المجرم اللي جوع سوريا وذبحنا وأكلنا وأكل خيرات سوريا كلياتها تحت مسمى المقاومة. اجا وقت المقاومة، وينكن يا أولاد العاهرة؟ وينكن؟ في هذا اليوم اللي بيضل ساكت بيكون مجرم. في هذا اليوم كل شخص بيضل ساكت هو مجرم. في هذا اليوم اللي ما بيغضب هو مجرم، اللي ما بيصرخ هو مجرم. إذا ما نصرتوا أهلكم في غزة الدور على الكل. أهل غزة ما عم يلاقوا مكان لدفن الموتى تبعهم. البرادات انتلت، برادات الكراش والبيبسي والبوظة انتلت، ما ضل في مكان لأنه في عوائل لهلق ما بتعرف إنه أولادها ميتين مستشهدين من 3 أيام ومن 4 أيام. ما ضل في مكان لا للكلام ولا ضل في مكان للأموات. وعلى كل قائد ميليشيا مجرم سمى المسميات، وقت اللي اجى دورها لحد الان ما تدخل. انت طريق القدس تبعك بيعدي من الثورة السورية يا ابن الحرام انت وياه، ما هيك؟ هي عديت في الثورة السورية، فرجينا حالك في طريق القدس يا ابن الحرام انت وياه. شاطرين تصيح يا زينب وتذبحوا السوريين، تذبحوهم في الثورة السورية. اجى الدور اللي انت من اجل ذبح السوريين انك تحرر القدس. تفضل فرجينا حالك، يلا. هي قدامك غزة طريقها مفتوح. اهل غزة ما بقى بدهم اكل وشرب هلق، يستعملوا فيه. هذا اليوم اللي ما بتغضب فيه فانت مجرم ما ابن حرام. بيغضب الانسان لشغلتين، لدينه ولعرضه. دينكم وعرضكم خاصين هلق. سقطت العروبة اليوم، هي سقطت من زمان بس اليوم تم تثبيتها. ختم ما عاد فارقة معنا حدا. الموت جاي كلياتنا ميتين بكيف ما كانت الكون. موت بسيف الشرف وانت عم تحكي كلمتك واطلع اتظاهر سكر الدنيا كلياتها. اطلع، ترى التاريخ عم يسجل. كل الدنيا بتتفاخر بيقول فلسطين. لا تجيب سيرة فلسطين، نحن قضيتنا فلسطين، قضيتك فلسطين. على الساكت يوم ما في شيء، وقت اللي صار الدور تحشم لفلسطين وينك؟ انا عم وجه الكلام للشعوب، وينك هلق؟ هي اجى الدور، اجى دورك لتحشم لها بشكل حقيقي. في كلمة مالك عم تستجر تحكي، كلمة ما عم تقدر تطلع. اعلاميين انتوا الاعلاميين تبع الدول العربية، اطلع قول كلمتك وموت. لما كلكم بتكونوا سوا ما حدا بيقدر يعمل لكم شيء. ترى اخرتها المذابح جاي للجميع، للكل. نحن في سوريا في الثورة السورية
الدفاع شغال والحروب شغالة من 12 سنة. نحن متعودين، ما وصير علينا شيء، تعودنا على كل شيء، ولكن عم نحارب بشرف وبعزة. بس العتب عليكم إذا ضليتوا ساكتين. أنقذوا ما تبقى من أهل غزة. على العروبي، على النخوي، وعلى كل شخص في ذرة إسلام وما بيقدم شيء لهدول الأطفال ولهدول النساء وللمسلمين المستضعفين في غزة في إدلب. على كل شيء اسمه ناموس ونخوة وضلت ساكتة وما تحركت لإنقاذ أهلها في فلسطين. هي معه بنظر الدول إنه كم يوم بتفض والدم بينتسى بعد 3 أيام، بس الكلمة وقت اللي بتحكيها ما بتنتسى، والفعل اللي وقت بتقدمه ما بينتسى. والشعب الفلسطيني شعب كريم ما راح ينسى لك وقفتك معه. التاريخ عم يسجل والوقت عم يمضى.